أرسنال بيستعد لباريس وحسام حسن في مهب الريح. بس خلينا قبل ما نبدأ نقول يا هلا يا هلا، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ عيد سعيد عليكم يا رب. خلينا نبدأ ونقول أرسنال في مواجهة باريس. أرسنال بعد ما كسب الدوري بعد 22 سنة، ابنه الصغير العاق أخيرا بيفرحني وبيقول لي خد يا بيرفكتو الدوري هدية ليك. مع أول سنة بشجع فيها أرسنال يحصل على الدوري ولأول مرة بعد 22 سنة. بس خلينا نتكلم كده ونقول هل أنا متوقع إن أرسنال ممكن يكسب باريس؟ بص، على أرض الواقع الموضوع هيبقى صعب قوي، ولكن مفيش مستحيل. ماتشات النوك أوت أو الماتشات اللي هي بتبقى ماتش واحد دي كده، أنت ما تقدرش تحدد. حتى لو فريق قوي جدا وفريق ضعيف، أنت ما تقدرش تقول إن الفريق ده خلاص مليون المية هيكسب أو الفريق التاني مليون في المية هيخسر. وأكبر دليل على ده إن باريس لما لعبت تشيلسي في كأس العالم للأندية، تشيلسي قدر يكسب باريس وقدر ياخد الكأس منه بسهولة جدا. فأنت ما تقدرش تجزم وتقول إن باريس هتدوس على، لأن خلينا نتكلم على أرض الواقع. باريس طريقة لعبه هجومية جدا، والمرة دي هو ما بيلعبش بايرن ميونخ مثلا اللي هيلعبه بدفاع مفتوح، لا ده هيلاعب أرسنال اللي هو أساسه اللعب المغلق، اللي هو هيوقف ال 11 لعيب ورا، اللي بيلعب على البساط البسيطة، اللي بيجمع لعب على اليمين ناحية ساكا بتاع الحاجات اللي هي طريقة اللعب البسيطة خالص، مش طريقة اللعب حتى الهجمة المرتدة السريعة ولا الضغط. لا، احنا مجرد بندافع كويس، بنبني هجمة عن طريق اليمين ناحية ساكا، وبنقول يا رب يوكريس يحط الجون. طيب، تمنياتي ان ارسنال يكسب، ولكن خلينا نقول ان الماتش 50-50، ولكن انا اتوقع ان الماتش هيخلص 1-0 لارسنال في الدقيقة مثلا 80 كده. ولو حصل ده هتبقى مفاجأة بكل المقاييس، لأن ساعتها كده أرسنال هيبقى خد الدوري والتشامبيونز ليج، ودي حاجة ما حصلتش من زمان جدا جدا جدا، ودي حاجة ما حصلتش من قبل ما اتولد. ده هيبقى أول تشامبيونز ليج ليه، وكمان هيكون واخد الدوري. فدي حاجة هتبقى في منتهى الروعة. طيب، على الجانب الآخر بقى حسام حسن بيستعد لبلجيكا. بصراحة لما بصيت على القائمة شفت اللعيبة، لقيت إن تقريبا هي نفس القائمة بتاعت منتخب مصر في أفريقيا، ولكن كان في علامات استفهام كده. لعيب زي تريزيجيه يا جماعه، انا ما اقدرش انكر مجهوده ان هو ما شاء الله عليه، وما اقدرش انكر اللي هو كان بيعمله قبل كده، وما اقدرش انكر اقول ان تريزيجيه شخص ما بيعرفش يلعب او لاعب ما عندوش قدرات او الكلام ده كله. خلينا نقول ان تريزيجيه كان من احد اعظم اللعيبه في الاهلي قبل ما يسافر ويرجع. ولكن انت شايف النهارده مستوى تريزيجيه يؤهله ان هو يكون في المكان ده؟ ما حسيتش ان في لعيبه تانية ممكن تاخد فرصه مكانه؟ صراحةً أنا مش مدير فني عشان أقول الشخص ده ينفع والشخص ده لأ، ولكن إحنا هنا جايين نقول رأينا ونقول إن تريزيجيه يا جماعة ما بقاش الشخص المناسب إن هو يكون في الposition ده. حاجة تانية صغيرة كده هتثير الجدل، وهي محمد صلاح. قبل أي حاجة وقبل ما أتكلم عنه، خلّينا نقول إنه مشي من ليفربول بشكل لائق جدًا، مشي بشكل محترم جدًا. أنا ما أقدرش أقول إن محمد صلاح ما قدّمش حاجة لمنتخب مصر أو ما قدّمش الحاجة ليفربول في آخر سيزون، ولكن خلّينا نقول يمكن بسبب السِن، يمكن بسبب الظروف، وخلّينا نقول إن منتخب مصر يمكن هو ما كانش محظوظ أوي إن هو يحقق بطولات معاه. ولكن على صعيد إن هو يكون موجود في منتخب مصر في كأس العالم، أكيد هو إضافة قوية جدًا، وهو من الناس اللي لازم تكون موجودين. وأنا عارف إن هو كان بيجيب الأجوان في كأس أفريقيا، ولكن يا معلم أنا باكلمك عن عايزين حد زي هيثم حسن اللي already بيلعب في الدوري الأسباني، اللي من وجهة نظري إن هو لازم ياخد دقايق أو لازم ياخد وقت، مش بلاش دقايق، لأن اللي أنا أتوقعه إنه حسام حسن مش هينزّله أو هيلاعبه بشكل تاني غير الposition اللي هو المفروض يقف فيه. ولكن أنا مش شايف إن ده الصح، وشايف إن هو يستحق ياخد وقت أكبر. هل في لعيبة تانية كانت إضافة قوية؟ زي مثلًا حمزة عبد الكريم اللي already بيلعب في برشلونة وسجّل أجوان كتير مع فريق الشباب، ولكن خلّينا ما نحطّش الآمال الكبيرة عليه، لإنه يا جماعة ده لسه شاب صغير، لسه بيبتدي حياته، لسه ما خدش الخبرة الكافية إن هو يلعب كاس عالم، ولكن هيكون إضافة كويسة لفيما بعد. خلّينا نقول إن توقعاتي لمنتخب مصر في كاس العالم إن هو إن شاء الله، إن شاء الله هيعدّي المجموعات، وأخيرًا إن هو إن شاء الله هيعدّي المجموعات وهنكسب ماتشين 3 في كاس العالم، لإن بصراحة عار علينا لحد النهارده إن إحنا ما قدرناش نكسب ولا ماتش في كاس العالم لحد دلوقتي. آخر حاجة عايز أختم بيها بقى مورينيو يصل مدريد، الوحش يصل مجددًا. مدريد تفرد ذراعيها لمورينيو. زي ما اتكلمنا قبل كده، زي ما قلت لكم ان مورينيو كان من الاختيارات المتاحه ريال مدريد، ولكن انا مش مستبشر فيه خير يا جماعه صراحه.
واخواتنا في ريال مدريد هيكونوا الى حد ما معايا في النقطه دي، ولكن لان زي ما قلت لكم قبل كده انت بتحط البنزين جنب النار، وشايف ان الحل الوحيد ان مورينيو ينفع مع مدريد ان في لعيبه لازم تمشي. ولكن من اللي احنا شايفينه ان لسه فينيسيوس موجود، لسه مبابي موجود، لسه نص ملعب زي ما هو، مفيش حد شايف ان هو هيمشي، وشايف ان الموضوع هيبقى كارثي. دي وجهه نظري الموسم اللي جاي. ليه؟ لان مورينيو زي ما قلت ان هو شخص قوي الشخصيه جدا، ومعاه نجوم كتير محدش فيهم عايز يتنازل ولا حابب، ولا اظن ان حد فيهم هيتنازل حتى ان هو يرجع يدافع او يسمع الكلام. فانت كده هتعمل تخبط كبير. ولكن هل هي دي بداية إصلاح فرقة ريال مدريد؟ من وجهة نظري أقول إن ممكن تكون هي دي بداية الإصلاح، حتى لو ريال مدريد ما حصلش على حاجة الموسم اللي جاي وطلع بموسم صفري، ولكن دي فعلا هتبقى بداية لشيء أو بداية لمشروع معين. لأن ساعتها مورينيو هيضطر إن هو يقعد لعيبة على الدكة، وأظن إن في لعيبة ممكن تمشي، وأظن إن من ضمنهم هيكونوا نجوم. أنا ما أعرفش مين بالظبط، ولكن اللي متأكد منه إن هيبقى في كارثة الموسم اللي جاي، أو الموضوع هيبقى مولع أكتر مما هو هنا. وزي دلوقتي ما بنقول إن في لعيبة بتضرب بعض، أظن إن في لعيبة ممكن، أظن إن في حاجات هتتكسر الموسم اللي جاي، شوية كراسي بقى، شوية إزاز. يعني أتوقع إن في أحداث هتبقى منتشرة، وأظن إن إحنا هنعمل شوية شغل زي الفل الموسم اللي جاي على حس مورينيو. أخيرا بقى خليني أسمع منك توقعاتك لماتش أرسنال وباريس اللي خلاص باقي له أيام ويتلعب.